مين يتخيل إن كتب كتاب بنت أحمد زاهر هيبقى ترند بالشكل ده؟ مش بس علشان العرسان، لا علشان المفاجآت اللي حصلت فيه. المأذون مفاجأة، الشاهد مفاجأة أكبر. رد فعل أحمد زاهر لحظة من اللي بنشوفها في الأفلام وبتهز القلب. كل ده وأكتر هنشوفه مع بعض في الفيديو ده. ليلى حبيبتي، ليلى أحمد زاهر. في يوم مش عادي وفي مكان من أجمل وأعرق الأماكن في القاهرة، قصر محمد علي في المنيل، اللي كان شاهد على واحدة من أحن وأجمل اللحظات العائلية في الوسط الفني. تم كتب كتاب ليلى أحمد زاهر على الفنان والمنتج هشام جمال، وسط أجواء كلها مشاعر وأحاسيس متلخبطة. بس قبل ما نغوص في تفاصيل اللحظة المؤثرة، تعالوا نبدأ بالمفاجأة الأولى. المأذون اللي كتب الكتاب مش أي حد، ده الشيخ رمضان عبد المعز، واحد من علماء الأزهر المعروفين، واللي وجوده أضاف هيبة وروحانيات على اللحظة، وكأنها مزيج بين الدين والحب والدفى. والمفاجأة الأكبر، الشاهد على العقد ما كانش فنان ولا نجم، ده كان أسطورة الكرة المصرية الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي بنفسه. كان قاعد على شمال الفنان أحمد زاهر، وشهد على عقد القران في لفتة إنسانية جميلة منه خلت الناس كلها تتكلم عنها في السوشيال ميديا. المشهد كان كله حب وفرحة ودموع. أحمد زاهر الأب اللي بنشوفه دايما جامد وقوي ظهر بشكل تاني وهو بيشوف بنته بتبدأ حياتها الجديدة. دموعه نزلت، والبنوتة التانية ملك كانت جنبه وبتطبطب عليه وهي بتحاول تمسك دموعها بس ما قدرتش، ودموعها سبقتها هي كمان. المشهد كله كان فيلم رومانسي قدام كل اللي حضروا، والأجمل إنه اتعمل في خصوصية. كتب الكتاب كان مقتصر على الأهل والأصحاب المقربين وبس، بعيد عن الزحمة والضجة. بس لحظة، إزاي بدأت القصة؟ وإزاي أصلا أقنع هشام أحمد زاهر بالجوازة؟ الحكاية بدأت من مسلسل في بيتنا رباط اللي جمع ليلى وهشام لأول مرة، ومن وقتها بقت بينهم صحوبية جميلة كبرت يوم عن يوم وتحولت لحب كبير، حب صادق وواضح إنه نابع من الاحترام والطموح. هشام جمال مش بس فنان ومنتج، ده شاب ناجح عنده شركته الخاصة وعارف هو عايز إيه كويس، وده اللي خلى أحمد زاهر لما شاف صدق مشاعره وحب لبنته اقتنع إن هشام هو العريس المناسب. بس المفاجأة بقى في فرق سن ليلى وهشام حوالي 10 سنين. ليلى عندها 20 سنة وهشام عنده 30، وده خلى بعض الناس تتكلم، لكن الواضح إن الحب والتفاهم بينهم كبير. الملفت كمان إن هشام لما جه يطلب إيد ليلى حصل موقف كوميدي جدا ولطيف. المأذون قال له اطلب إيد العروسة من أبوها علشان نعمل الإشهار، وهشام بكل أدب قال جوزني ليلى يا أستاذ أحمد الله يكرمك. ضحكوا كلهم وسط الجو العائلي الدافي، وطبعا الناس كلها كانت مستنية اللحظة دي، خصوصا بعد ما أعلن هشام في 10 يناير 2024 على انستجرام إنهم قروا الفاتحة رسميا، وقال وقتها 2024 بدأت بأجمل خبر ادعونا. الفستان الأبيض، البدلة البيج، القصر، الشموع والعيون اللي مليانة فرحة ودموع، كله كان لوحة رومانسية متكاملة بسيطة وراقية في نفس الوقت زيهم تماما. ليلى فعلا كانت شبه الأميرات، وهشام كان في قمة أناقته، لكن المشاعر هي اللي كانت بتتكلم وتغلب على أي حاجة تانية. الناس اتكلمت كمان عن العلاقة الجميلة بين أفراد العيلة، وإزاي أحمد زاهر كان دايما بيحتوي بناته، والمشهد ده كان دليل حي على عمق العلاقة اللي بتجمعهم. وما ننساش الدور الكبير اللي لعبته ملك أحمد زاهر البنت الجدعة اللي كانت سند لأبوها وأختها طول الوقت، واللي بقت أيقونة في الأخت اللي الكل بيتمناها.